السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي المتابعين، وإليكم حصاد الرياضة المصرية اليوم الاثنين. شهد اليوم الاثنين الموافق 23/11/2020 العديد من الأحداث الرياضية المهمة، جاء في مقدمتها الزمالك يعلن إصابة الونش بفيروس كورونا، والأهلي يضم أحمد رمضان بكم لمدة 5 سنوات مقبلة، ووصول فرجاني ساسي وعلي معلول إلى القاهرة استعدادا للنهائي الأفريقي. الزمالك يعلن إصابة الونش بفيروس كورونا. طارق حامد ينفي شائعة إصابته بفيروس كورونا. أمير مرتضى سلبية مسحة جميع لاعبي الزمالك عدا الونش وعبد الهادي. وصول فرجاني ساسي وعلي معلول إلى القاهرة استعدادا لنهائي أفريقيا. اتحاد الكرة يحدد 10 ديسمبر موعدا لمباراة السوبر الإفريقي. الأهلي يضم أحمد رمضان بكم لمدة 5 سنوات مقبلة. شوبير ينفي إصابة الشناوي بكورونا، اللاعب يشارك في تدريب الأهلي. شوبير ينفي إصابة الشناوي بكورونا، اللاعب يشارك في تدريب الأهلي. أكد الإعلامي أحمد شوبير أن كل ما يتم تداوله بشأن إصابة محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي بكورونا حتى الآن غير صحيح. وقال شوبير عبر صفحته الشخصية على تويتر: الشناوي يشارك في تدريب الأهلي الآن، ونتيجة المسحة الأخيرة للأهلي لم تظهر حتى الآن ولا جديد في إصابات الكورونا عما تم إعلانه حتى الآن. وفي سياق آخر، أعلن أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي تعاقد النادي مع أحمد رمضان بكم لاعب نادي وادي دجلة لمدة 5 سنوات مقبلة. وقام أمير توفيق بعد التنسيق مع محمود الخطيب رئيس النادي بإنهاء كل الإجراءات الإدارية الخاصة بإتمام التعاقد هذا، وينضم اللاعب إلى تدريبات الفريق غدا الثلاثاء بعد إجراء المسحة الطبية والإطمئنان على سلامته.